شويه اعملها. عينيا حاضر حاضر. صبر يا جدعان كله هياكل. يلا اعملوا ما تفهمنيش. والدقه زياده. خد يا حبيبي. انت فاطمه؟ هما بيطلعوا امتى؟ هذا من راسي. انت فاطمه؟ عايز ايه؟ قولي لفاطمه الحاج سردينه عايز طبق كشري. طبق كشري الحاج سردينة مساي. وعندك مخصوص للحاج ووجه زياده. وطلب الحاج. انت فاطمه. اسم الله عليك يا بنات. خد اقول ايه في ايه؟ تجديد عنده. مش عرف. بس الحاج بيحب الكشري الناهي. يلا يا اختي بقى نعمل الكشري على طريقة ايه فاطمة كشري. صلوا على الرسول وحطوا لي لايك وكومنت حلو منكم واشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين. بصوا هعلمكم بقى تعملوا احلى طبق كشري ممكن تجربوه في حياتكم كلها. تركات من اول البصل لحد العدس بجبن، المكرونة، الرز، الدقة، الشطة، الحلبسة اللي هي حمص الشام. احنا هنعمل احلى شغل. صلي على الرسول. جبت اول حاجه الحمص ده نقعاه من بالليل، بشرت عليه طماطمايه وهبشر عليه بصلايه صغنطوطه، وكمان ههرس له كده فصين توم. طريقه عارفين الناس اللي بتقف بعربيه بره في الشوارع في الشتاء دي يحطوه لكم في كيس او كوبايات بلاستيك كده شفافه بشاليمو بتاع، والله العظيم ما تعرفي يعني بصي تفرقيه. تمام. ضربت كده فصين توم. اول حاجه شطفت الحمص كنت نقعاه من بالليل، مش هياخد 10 دقايق على النار. تمام. وبشوري عليه طماطميه كبيره، بصلايه، فصين توم، حطي عليه كمون وملح. تمام. كاتل ميه سخنه حطيه على النار. هنحط له حاجه تانية اضافيه بس مش دلوقتي. تمام. اول حاجه كمان غسلت الطماطم. طماطم الكشري او الطواجن زي ما قلت لكم بتتغلي بتتسلق. تمام. حطيتها على النار بشويه ميه الطماطم. يلا بقى نعمل البصل بتاع الكشري. اللهم صل على النبي. جبت بقى ايه كميه بصل كبيره، يعني احنا نموت في حاجه اسمها الورد بتاع الكشري ده، بنحبه يا بنات، وبعدين بيدي تست حلو قوي للاكل. هنقطع بقى الكميه كلها جوليان. بقسم البصلايه نصين بقطعها كده ايه شرايح رفيعه. تمام. حركة سريعة ولا تحطيها بقى في اللي هو بتاع المبشرة بتاعة البصل والحاجات دي على طول. والعدس اللي هو بجيب ده نقعته قبلها بساعة، حطيت عليه ملح وكمون ومية وشطفته كويس يعني، وهخليه يغلي على النار. هقول لكم هعمل ايه برضو في تركتين كده هنعمله فيه. تمام. صلي بقى على الرسول وحطي لي لايك. حطوا لي لايك وكومنتات يا بنات واشتركوا في القناة. عايزين بقى نوصل ل100,000 مشترك. تعبت والله العظيم. ده انا كلت كمية كشري النهاردة، كلت عسل عسل. ريحة البيت انا حاسة ان انا فاطمة كشري من ريحة الاكل. هقطع بقى الكمية وهسيب البصلتين دول على جنب عشان اقول لكم هنعمل بيهم ايه تاني. مش اقطعهم، عليهم رشة ملح وعليهم معلقتين نشا. في ناس بقى بيقولوا لكم ايه، هم بقى متعودين على حاجة يقولوا احنا ما بنحطش نشا ولا ملح. براحتك. تمام. براحتك. البصلايه بتقولوا عارفين بتنشف، اللي بيقولوا لك مثلا من غير نشا وبتاع وترجع تطرى تاني. اعملي الطريقه دي والله العظيم. عايزه اقول لكم واكله كشري كمان من شويه مقرمش وتحفه وفي تسكيره عسل، رشه الملح ومعلقه النشا، وحطيهم كده وحطيهم في مصفى عشان يعني لما تيجي تنزلي بيهم في الطاسه يعني ينزلوا بقى السوائل بتاعتهم وكده. في الوقت ده كان الحمص دخل على السوا. اخر حاجه بتحطيها نص معلقه بابريكا مدخنه بتديها لون حلو. تشربي احلى حلبسه. عصرة ليمون بقى وتزودي شطة في اللي عايز. يعني الشطة دي انا ما بحطهاش بقى في الحلة كده، بحطها جنب الكوبايات. اللي عايز بقى حاجة جانبية بتظبطي الملح، ملح وكمون وبابريكا بس. جبت بقى حطيت كمية زيت كبيرة، انتوا عارفين الزيت هو الاساس في الكشري. تمام. عايزة اقول لكم كل المكونات دي جبتها من البيت.
ما اشتريتش اي حاجه. انت هتلاقي عندك الرز، هتلاقي عندك مكرونه، هتلاقي عندك بصلتين، شويه زيت، وتمشي اليوم. وعايزه اقول لكم والله العظيم هتاكلي اكل عن اللحمه والفراخ، اكل عسل عسل عسل. خدت بقى شويه زيت، قلت كمان اشتغل في الدقه. تمام. بصوا بقى في طريقه الدقه دي، انا هاخد الميه بتاعه الحمص هعمل منها الدقه. عارفين ان الدقه اللي هي بتاعه المطاعم اللي هي بتبقى لونها بينك شويه كده، بتبقى معموله من الميه بتاعه الحمص. عسل، شويه دقه عسل. نزلت بشويه زيت من بتوع البصل بتاع الكشري. ماما في الوقت ده قالت لي حطي لي يعني كوبايه. حطيت لها بقى عصره ليمون وكده، بس ما حطيت لهاش شطه لان ماما مش بتحب الشطه، بطنها بتوجعها يعني وكده. كلنا بقى بعد الاكل كل واحد خد له كوبايه، بجد حلو قوي. ننزل بقى بمعلقه توم في زيت البصل، تمام، اللي احنا هنعمل منه الكشري كله. هننزل عليه بكزبره. بص بس بقلب البصلايه، تنزلي شويه كمون وشويه كزبره، تمام. تقلبي تقليبه، تنزلي بقى على طول بالميه اللي هي بتاعه الحمص دي. حطيت خل، وهحط ربع كوبايه ليمون، عصير ليمون، تمام. عصير الليمون ده حوالي 3 ليمونات كبار كبار، وربع كوبايه خل. والتوابل بتاعه الدقه ملح وكمون وكزبره، تمام. وزودتها كمان شويه ميه مغليه على الميه اللي هي كمان اللي انا حطيتها بتاعه الحمص، فاهمين قصدي؟ يعني حطيت نص الحل على الدقه ميه حمص، ونص الباقي ميه مغليه، عشان كده الدقه هتبقى خام تقيله قوي. بصوا الكشري، انا بقي راح. البتاع ده اسمه ايه يا بنات؟ انتوا لازم تعملوا لي اوبشن تكملوا لي الكلام. بقي راح في داهيه بسبب ريتال. الورد، بص اللون بقى، عشان انا ايه، ايديا في الحله بقلب. انا فكره انا بقيت بتأتأ يا بنات، والله العظيم والله العظيم 24 ساعه ريتال، واحنا بنتكلم معاها بنتلخبط. عايزه اقول لكم البيت كله بقه اتعوج. احنا مش عارفين هنروح فين، احنا نعالجها ولا احنا اللي هنتعالج؟ ربنا يسترها. نزلت بقى يا بنات في الحله بتاعه المكرونه بكيس مكرونه اللي هي الصغيره دي الخواتم، وعليها كيس مكرونه سباكيتي. حطيت عليها شويه زيت وشويه ملح، وسبتها تستوي بقى براحتها يعني. الله يسامحك يا رتال. المهم يلا نلم البصل بقى. دايما بعمل لكم المونتاج لما هي بتمشي، تكون هي بقى قضت عليا طول اليوم، ونفضل بقى نتأتأ بقى، تأتأ 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 تأتأ. ده تيجي عشان تيجي تقول لي يا عمته، يا لهوي يا بنات ساعه. نجيب بقى شوية زيت اللي هو بتاعة البصل كده. خلاص عملت البصل كله حمرته اللي هو الورد. ناخد بقى حوالي بصلاية صغنطوطة خالص، عارفين اللي هي بتاعة الشوربة. بشرتها في الكبة وحطيت عليها. اول ما نزلت بالبصلايه بنزل على طول وراها بالشعريه. انت هتعملي لنا الرز بالشعريه بتاع الكشري بالبصلايه؟ طب جربي بقى الطريقه دي، جربي الطريقه دي وهترجعي لي تقولي لي تسلم ايدك يا احلى فاطمه كشري. شفتي بقى انا بقول لك ايه، هتاكلي صوابعك وراه. كده بقى ايه، المكرونه استوت على طول، بدهاش شطفه. بصوا دقيقه كده اصفيها، ارجعها للحله، بحط عليها برضو معلقتين زيت من بتاع البصل بتاع الكشري، وبغلفها كده ايه علشان ما تلزقش في الحله وتفضل طول اليوم مفرفره معاكي. الحركه دي حلوه، تمام تمام. بصوا بقى العدس بجبه خلاص دخل على استوى. صفيناه، نرجعه تاني للحله، نوديه على النار. انت بتعملي ايه؟ عارفين مش هم بيبقوا حاطين في محلات الكشري مصفى كبيره كده وفيها عدس، وبيحطوها على النار بيشوحوها كده عشان تديكي لون حلو كده للعدس؟ هي الحركه دي، تمام. بتتشوح كده فبيديكي لون العدس بجبه بتاع المطاعم. ادي المكرونه اهي، وادي الشعريه مع البصلايه. متخافيش، قلبي، خليكي واقفه جنبها. شويه كشري. افتحي بقى مشروع، اعملي لو بتعملي اوردرات، بجد 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 حاجه كده عسل. اهو. طبعا انا في الوقت ده كنا غسلنا الرز خلاص. يلا نغلف الرز، نحط له مكعب مرقه، ونحط شويه كمون وشويه كزبره وشويه ملح، واهم حاجه مكعب المرقه. وخدي بقى معلقتين كده من العدس بجبه اللي احنا عاملينه، اللي هو خد ايه، اللي هو استوى. ما تخافيش ولا بيطيري ولا اي حاجه، لانه الرز اصلا مش هياخد وقت معاكي، بيبقى بقى طعمه عسل. وباقي الحمص ده بفضل اشوح فيه كده لحد ما لونه بيوصل زي المطاعم، وبيبقى يعني في الاخر بنزين بيه بقى اللي هو بنات استنوا بجد بجد. الحمص في الاخر يلهوي العدس ده في الاخر بنزين بيه، انتوا فاهميني؟ يا لهوي يا رتال. الطماطم يا بنات كانت اتسبكت في الاخر، بقى جبت اضربها بالهاند بلندر. انا لازم اتكلم بالراحه، لا حول الله يا رب. البت لعبت في عداد بقي.
اهو الرز بقى كان استوى بالشعريه بالبصليه اللي في الاول. بصوا خطير. اللي هنعمل بقى الصلصه. بصوا انا صلصه الكشري ما بعملهاش بالثوم، ده غلط والله العظيم. اعملي الصلصه دي بتاعه المطاعم، الصلصه دي بتاعه المطاعم. اول ما تعمليها في البيت، التركات اللي انا هحطها لك دي هتشمي بقى ريحه الكشري اللي هو بتاع اي محل بره في الشارع. نزلت بشويه من زيت البصل، نزلت عليهم ببصلايه صغيره متوسطه مبشوره، بنزل عليها بكمون وكزبره وملح. البصلايه على طول اول ما بنزل بيها كده بشوح التوابل مع البصلايه. نجيب بقى فصين توم ونشوح ده كله مع بعضه. دي صلصه الكشري تمام اهو. يبقى نزلت ببصلايه عليها ملح كمون كزبره، بعد كده فصين توم. قلبي يا اختي قلبي قلبي قلبي، ريحه الكشري ما اقولكيش بقى. ادي الطماطم اللي اتسبكت وضربتها بالهاند بلندر انزل بيها بقى. وخلوا بالكم الطماطم بتاعه الكشري انا مش بصفيها تمام. ننزل بشويه سكر عشان تبقى مسكره معاكي، ونص ليمونه في الصلصه بتاعه الكشري، ومعلقتين خل. انتي بتقولي ايه يا غزل؟ جربي مكعب مرقه. انا مكعب المرقه ده اساسي، حطيه. حطي كيس الصلصه وظبطت الملح. بهارات الكشري يا بنات معروفه، ملح وكمون وكزبره تمام. انا حطيت بقى في الصلصه ملح وكمون وكزبره ومكعب مرقه ونص ليمونه ومعلقتين خل. نعمل بقى الشطه الزيت. حط برده شويه زيت كده من البصلايه، من البصل بتاع الكشري، وعليه شويه شطه كتار، ونقلب تقلبتين وننزل بميه. ايوه ننزل بقى بشويه ميه بسرعه بسرعه عشان الشطه دي. ايوه كده. كان عندي بقى شويه شطه كنت عامله بيهم طواجن، كنت حطاها في التلاجة. طلعتها كده فضيتها على الشطه الجديده دي، وكان فيها طماطم كنت مقطعه فيها مكعبات طماطم اللي هي الشطه الزيت. طلعتها عشان تسخن كلها مع بعض، وخدت كده كام معلقه من الصلصه اللي انا لسه عاملاها على الشطه الزيت. يا ربي على طعم الشطه وطعم الدقه ولا ريحه الصلصه. والتركيه بتاعت الرز بشعريه دي اللي انت تحطي لها بصلايه وتشوحي فيها الشعريه، وبعد كده الرز، وتاخدي معلقتين من العدس اللي استوى وتعملي الخطوه دي، احلى كشري هتجربيه في حياتك. طبعا بقى استنوا الفيديو اللي هينزل لكم بعد ده على يوميات غزل شانل واحنا بناكل الكشري. عايزه اقول لكم هتشوفوا انا وحبيبه كلنا قد ايه كل اللي كان قدامنا. بقى شوفوا الفيديو التاني واشوفكم فيديو جديد، ومع السلامه. استنوا بقى الفيديو اللي بعد ده.